اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هيكون فيديو قوي في القناه، وباذن الله هيكون فيديو هسهل لكم فيه معلومات انتوا كنتوا عايزينها، ومعلومات هتوفر عليكم كتير قوي. طبعا حاسس ان المحتوى بتاع الفيز والحسابات البنكيه عندي في القناه شدت حلو شويه، فطول ما انا شايف دعم في القناه وشايف في دعم في الفيديوز هطلع على طول اجاوبكم على اي سؤال انتوا عايزينه. دلوقتي انت عايز تعمل حساب بنكي، بس انك صغير، يعني ممكن مثلا يعني مثلا انت عندك 16 سنه 15 سنه. طبعا لو انت اصغر من كده لازم بقى تاخد ضامن معاك اللي هو يكون والد او كده. لكن لو انت مثلا معاك بطاقه شخصيه، تمام، او من 18 سنه، لو انت عندك 18 سنه هيكون افضل بكتير. هفهمك ليه دلوقتي. هديك بنكين، البنكين دول تقدر تعمل فيهم حساب بنكي، يبقى عندك حساب في البنك، تمام. مش شرط تكون معدي 21 سنة، تمام. البنكين دول هما بنكين حلوين جدا. عندك اول بنك وهو بنك مصر، تمام. في اسمه فيزا الشباب، كده كده الفيزا دي اللي انا كنت عامل عنها فيديو. الفيزا دي بيطلع معاها حساب بنكي بس ب 500 جنيه، ب 500 جنيه. لو انت عديت ال 21 سنه هتبقى ب 1500. ويا جماعه انا والله العظيم انا كمحمد علاء ما كنتش عايز اقول اسعار. يعني ايه يا محمد؟ لان النهارده الحاجه لو بجنيه بكره ب 10، فانا الاسعار اللي انا هقولها لك دي الاسعار اللي انا عارفها. فانت مثلا في الوقت اللي انت بتتفرج عليه في الفيديو ده حسيت ان الاسعار اتغيرت، دي مش مشكلتي بقى. يعني هي البنوك عموما مش بتثبت في الاسعار، فانا بس بقى حبيت انوه على النقطه دي. تاني بنك هو بنك اسكندريه. بنك اسكندريه فيه حساب اسمه حساب توفير برضو الشباب. انا صراحه ما اعرفش تفاصيله قوي، بس من تجربه من كذا واحد من اصدقائي قالوا لي ان هو كويس جدا وب 250 جنيه كمان. بس انا شايف بتاع بنك مصر افضل. ليه؟ لان بتاع بنك مصر انت بتدفع 500 جنيه بعدها ب 18 يوم ال 500 جنيه بينزلوا لك في حسابك، فبالتالي انت كانك واخد الحساب ببلاش. لكن في بنك اسكندريه انت بتدفع 250 عشان الحساب يتعمل لك، فاهم؟ فبالتالي مش يبقى انت عامله ب 250 جنيه. فلو انت معاك 500 جنيه انا شايف الافضل من وجهه نظري تعمل في بنك مصر الفيزا اللي هي فيزا الشباب، تمام. بس اهم شيء يكون معاك بطاقه. طب قدر معيش بطاقه يا محمد يا علاء، خلاص تجيب معاك والدك او اخوك، هم اللي يكونوا الضامن ليك. لكن غير كده لو انت مثلا معاك بطاقه يبقى تسهل الدنيا على نفسك خالص. عشان بس تقعدش تلف في البنوك، لان اغلب البنوك عموما غيرهم على ما اظن ان هم يبقى عندهم لازم يكون سنك كبير، يعني هتبقى معدي ال 21 سنه فهتبقى قصه. بس يا شباب انا كده جاوبتكم على اهم السؤال. عايز بقى لايك واشتراك، سبسكرايب بقى كده وظبطوا لنا الدنيا. السلام عليكم، باي باي يا شباب.